تفتكر احنا بنربي ليه؟ وايه هي اهم خطوة تبدأي بيها رحلة التربية؟ عايزاكي تابعي الفيديو للاخر لانه بجد هيفرق كتير جدا في نظرتك لدورك كأم اصلا وللتربية. اهلا بيكم فيديو جديد من انتي والف وظيفة. في القناة هنا بنتكلم عن كل حاجة تخصك، احلامك وشخصيتك ونفسيتك وافكارك، الالف حاجة اللي وراكي ونفسك انك توزني منهم. في الفيديو اللي فات ادينا مقدمة سريعة عن السلسلة واوفر فيو عن البوينتس اللي احنا هنغطيها في السلسلة دي ان شاء الله. لو ما شفتيش الفيديو انا هحط اللينك بتاعه في صندوق الوصف، محتاجاكي ان انت تروحي وتشوفيه لانه مهم جدا قبل ما تشوفي الفيديو بتاع النهارده. تعالوا بقى النهارده نتكلم عن اهم سؤال تسأليه لنفسك قبل ما تفكري في اي خطة للتربية او اي كتاب تقريه عن التربية، وهو انت اصلا بتربي ليه؟ والحقيقة انك لو فكرتي في السؤال ده شوية هتلاقي نفسك بتسألي نفسك هو احنا اصلا مخلوقين ليه؟ لانه في الاخر دورك كأم هو انك بتربي شخصية انسان هيعيش بعد كده في المجتمع وفي الدنيا دي. فهو الانسان اصلا ربنا عاوز منه ايه؟ طبعا اكيد انت دلوقتي دار في ذهنك الاجابة اللي احنا كلنا عارفينها، وهو ان احنا موجودين في الدنيا دي عشان نطيع ربنا سبحانه وتعالى ونعمر الارض. وهو ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. فالعبادة هي أهم حاجة ربنا خلقنا عشانها، وهو ده اللي احنا المفروض نعلم أولادنا ونربيه عليه. يبقى الهدف من التربية هو تحبيبهم في التلقي عنا ما نريد غرسه في قلوبهم من حب الله والرسول وطاعتهم. والمحتوى اللي أنا هقوله لكم النهاردة في الفيديو وفي سلسلة الفيديوهات الجاية هو مش من دماغي، هو أنا جبته من كتاب رائع جدا أنصح بجد إن انتوا تقروه، هو اسمه كتاب التربية بالوحيين، كتاب مفيد جدا. وكمان في كورس انا اخدته كان بيتكلم عن تربية الاطفال في اول 3 سنين في حياتهم، فيعني ملخص الكورس ده مع ملخص الكتاب هو اللي عمل الفيديو ده. ايه بقى الوسيلة اللي انت محتاجة تتبعيها عشان توصلي للهدف ده؟ ببساطة شديدة الوسيلة هي انك انت تحببي اولادك فيكي، لانه لو ولادك حبوكي هيسمعوا منك. فالهدف مش ان انا اخلي ولادي بيخافوا مني وبيسمعوا كلامي وخلاص، وان انا ابقى ماشيه بنظام الترويض، اني بروض الطباع اللي فيه دي وبخليه شخص ملوش شخصيه، ما بيتكلمش ما بيقولش لا، كل اللي بيقوله حاضر وبس. لكن هل الشخص ده بيحبني، بيحب يتكلم معايا، بيحب ياخد رايي، في حوار بينا؟ لا. ازاي بقى تقدري تخرزي جواه قيم ومبادئ وتنصحيه ويتقبل منك النصيحة دي لو أصلا مفيش علاقة حب بينكم من الأول؟ وطبعا أكيد بين أي طفل وأهله سواء مامته أو باباه في حب، ولكن أنا هنا بكلمك عن حب الصحاب، الحب اللي يخلي ابنك يجي لما يكبر يحكي لك عن مشاكله ويطلب منك النصيحة وياخد بكلامك. ايه ده؟ يعني أنا مش بربي عشان في الآخر لما أكبر ألاقي ابني جنبي يشيلني؟ لا. ولا بربي عشان يبقى كده في انسان من صلبي لما يكبر يبقى مهندس او دكتور وافتخر بيه قدام الناس؟ برضو لا. انت بتربي اولادك ليهم هم مش ليكي، وطبعا الاجر والثواب اللي انت هتاخديه هيبقى عظيم جدا. ولو فعلا فكرتي هو ايه اللي انا هاخده من تربيتي لاولادي، فالرسول عليه الصلاه والسلام قالها في حديث لي لما قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. يبقى يكون دايما هدفي وانا بربي اولادي ان هو ده العمل الصالح اللي باذن الله هيكون ممتد ليا حتى بعد لما افارق الدنيا دي وامشي. طيب بعد ما عرفنا الهدف من التربيه والوسيله اللي احنا هنتبعها عشان نقدر نحقق الهدف ده، تعالوا بقى نتكلم عن ازاي هقدر ان انا اربي اولادي واحببهم في الدين واحببهم في طاعه الرسول واحببهم فيا كمان. فالنهارده احنا هنتكلم عن اول خطوه محتاجه ان انت تتبعيها عشان تقدري توصلي للهدف ده. فاول واهم خطوه في رحله التربيه هو انت محتاجه انك تقعدي مع نفسك وتفكري كويس جدا انا واصله فين في الحاجات اللي انا عايزه اولادي تبقى عندهم. يعني انا واصله فين في علاقتي بالصلاة، أنا واصلة لفين في إتقاني وإحساني في شغلي وفي حياتي، أنا واصلة لفين في صدقي وإن أنا ما بكدبش وبحاول على قد ما أقدر أبعد عن الذنوب. يعني وكلنا بنعصي، وكلنا مهما حاولنا إن إحنا نكون يعني صالحين هيفضل فينا ذنوب وهيفضل بنعمل حاجات غلط في حياتنا محتاجين ان احنا نتوب ونستغفر عنها بشكل كبير. ولكن انا هنا بتكلم انك انت محتاجه تكوني نموذج وقدوه لاولادك، لانه في الاخر
ابنك هو مرايتك، وهيطلع بيقلد كل حاجة هو بيشوفها. فلو انت نفسك ما عالجتيش المشاكل اللي عندك، ساعتها للأسف الشديد بنسبة كبيرة جدا الطفل هيطلع عنده نفس المشاكل. تعالي بقى نتكلم عن ال 12 خطوة محتاجة تعمليها مع نفسك وتراجعيها بانتظام عشان تساعدك في انك انت تكوني نموذج يقتدى به لأولادك. أول حاجة وهي إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ اخلصي نيتك في تربيتك لاولادك لربنا سبحانه وتعالى وبس، وما تفكريش في اي حاجه تانية تبقي مستنياها من اولادك، سواء ان هم يردوا ليكي جميل تربيتك ليهم او تبقي مستنيه اي حاجه منها دنيويه. ان شاء الله باذن الله ربنا يهديهم لك وهيقدروا ده لو انت زرعتي فيهم الدين، لانه هيبقوا حريصين على برك، ولكن خلي دايما هدفك هو خالص لوجه الله. وتاني حاجه هي التوبه من الذنوب. بالنسبة للتوبة هي نقطة مهمة جدا، وانا عارفة ان انت دلوقتي ممكن تكوني مستغربة يعني ايه علاقة ده بالتربية، اخلص النية والتوبة، يعني حاسة ان انا دخلت درس الدين، بس والله فعلا هي دي الحقيقة. دين هو شامل لكل حاجة في حياتنا، واحنا كمسلمين مطالبين ان احنا دايما نسعى ان احنا ندخل ديننا في كل تفاصيل حياتنا على قد ما بنقدر، وانه نحتسب دايما الاجر والثواب عند ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنجاهد نفسنا وبنحاول ان احنا نقاوم الفتن الشديدة قوي اللي حوالينا اللي كلنا بنتعرض ليها، وندخل الدين في حياتنا. وفي النقطة بتاعت التوبة دي في أبيات جميلة جدا أنا بحبها قوي للإمام الشافعي، وهي مشهورة جدا، اللي بيقول فيها: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فعلا الكلام ده صح جدا جدا جدا، وربنا عمره ما ربنا هيديه لشخص للأسف الشديد بيعصيه وبيرتكب الذنوب وهو متعمد. ده طبعا كلنا بنذنب وكلنا بنغلط، بس لازم ان احنا نحاول دايما انه نستغفر ونتوب عن ذنوبنا دي، ونوعد نفسنا ان احنا ما نرجعش للذنوب دي تاني. تالت خطوة بقى وهي الدعاء. والدعاء هنا هتقسميه لجزئين: جزء انك هتدعي نفسك، وجزء تاني انك هتدعي لطفلك، وهنرجع نتكلم عن الدعاء للطفل باذن الله في الخطوات اللي لها علاقه بتربيه الاطفال. ولكن فعلا الدعاء مهم جدا. ادعي لنفسك كتير بان ربنا يهديكي وان ربنا يعينك ويقويكي على تربيه اولادك. وتاني حاجه هي ادعي لطفلك ان ربنا يجعله انسان مهدي وانسان صالح. رابع خطوه وهي التقوى، ان احنا على قد ما نقدر نحاول ان احنا نتقي ربنا في تفاصيل حياتنا ونحسن في عملنا ونحتسب دايما الاجر والثواب عند ربنا. البوينتس دي كلها بتخليكي انسانه مشحونه من جواكي، فربنا سبحانه وتعالى كده تحسي ان هو بيعينك وبيوفقك، مش لان حاجه يعني منك قد ما هي كده بتبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش بيكي اصلا، بس ربنا بيعينك فعلا. وخامس حاجه هي صدق الاستعانه بالله. وفي نقطه الاستعانه بالله دي مفيش افضل من الصلاه اللي ممكن بجد تحسي بيها وتستشعري بيها معنى الاستعانة بالله. احنا كل يوم في الصلاة بنقول سورة الفاتحة حوالي 17 مرة لو انتي بتصلي الفروض بس يعني، وال17 مرة دولت انتي بتقولي فيها ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. حاولي على قد ما تقدري ان كل مرة تصلي فيها، ولما تحسي ان الحمل تقيل عليكي وانك مرهقة من التربية ومن التعامل مع اولادك، صلي وقولي: يا رب انا بستعين بيك انت وبقوتك انت، انا ضعيفة ولا حول ولا قوة ليا، فاديني يا رب من قوتك وعيني على دوري ده وساعدني ان انا اعمله على اكمل وجه. ثالث حاجة هو مرني عضلة الصبر. خليكي صبورة واعرفي ان التربية دي هي رحلة طويلة جدا مع اولادك، ومش دايما من اول مرة ومن اول محاولة الدنيا هتظبط وابنك هيسمع الكلام، او من تاني حتى محاولة. لا لا لا، الموضوع هيتطلب سعي كتير منك وقراية، وتحاولي انك تتعلمي وتجربي مرة واتنين وطريقة واتنين لحد في الاخر ما توصلي ان شاء الله لهدفك وتبني علاقة قوية وكويسة جدا بينك وبين طفلك. سابع حاجة ذكر الله كثيرا. حاولي وانتي واقفة في المطبخ بتطبخي، وانتي بتروقي الشقة، وانتي في المواصلات، وانتي قاعدة فاضية، خلي دايما على لسانك ذكر ربنا. ذكر ربنا يا جماعة بيخلي فيه بركة مش طبيعية في يومك، وبيخلي فيه انشراح في صدرك، وبيخلي كده كأنك انت عندك باور كده غريبة سبحان الله، يعني ربنا بيديها لك تقدري تنجزي وتعملي مهام كتيرة في حياتك، كأن كده بقى فيه بركة في اليوم يعني.
فحاولي على قد ما تقدري يبقى لسانك دايما راتب بذكر الله، وخلي ابنك يسمعك وانت دايما بتذكري ربنا عشان يتعود على ده بشكل تلقائي من غير حتى ما انت تروحي وتقولي له اذكر ربنا، لانه شايف مامته بتعمل ده. تاني حاجه هي طلب العلم الشرعي والعلم الدنيوي. والعلم الشرعي هنا مش مقصود بيه ان احنا يعني هنكون فقهاء بقى في الدين، وانا عارفه طبعا انه اغلبنا بيشتغل وعنده مسؤوليات وعنده، وحتى ما بتشتغليش انت عندك اولاد وعندك يعني يوم مليان ربنا يكون في عونك، ولكن خليكي دايما حريصه انك انت تتحري الدقة لما تيجي تدي أو تعلمي أولادك أي حاجة جديدة، زي مثلا الوضوء. يعني أنا عارفة إن دي بيزكس، بس للأسف الشديد كتير من الأحيان البيزكس دي بيبقى فيها مغلوطات وإحنا مش عارفين أصلا، والواحد اكتشف ده لما يعني درس علوم اللي هو ما لا يسع مسلم جهله، حاجات بسيطه جدا في الفقه والعقيده والحاجات دي كلها. بس العلم ده انا شايفه ان هو ضروري جدا ان انت تتعلميه الاساسيات. في طبعا اماكن كتيره جدا انت ممكن تتعلمي فيها البيزكس اللي هو ما لا يسع المسلم جهله ده، في اكاديميه زاد، في البناء المنهجي برضو. ده لو انت عايزه تتعمقي وتدرسي الكلام ده بشكل متعمق. لو ما عندكيش وقت وعايزه تعرفي البيزكس، خلاص يبقى اي حاجه انت شاكه فيها مش متاكده من حكمها، سواء في صلاه، في صيام، في وضوء، في اي حكم شرعي، يبقى حاولي انك تدوري على حد ثقه تساليه في الاحكام الحاجات دي، بحيث تتاكدي ان انت ما بتقوليش لاولادك اي معلومه غلط او مش متاكده منها. وطلب بقى العلم الدنيوي طبعا تحاولي على قد ما تقدري انك تقري وتتعلمي وتشوفي فيديوهات وتطبقي افكار جديده في التربيه وفي التعامل مع اولادك. العلم بيفرق جدا، وانا مش مقتنعه خالص بفكره ان احنا اتولدنا نعرف نربي كده بالفطره، لا، التربيه هي علم ومهاره احنا بنتعلمها من خلال القرايه والكورسات، فهي حاجه مكتسبه مش حاجه اتخلقنا كده بيها، لا. 9 نقطه هي مراقبه النفس واستعدادها كقدوه لمن حولها. يعني ايه؟ لازم ان انت تبقي دايما رقيبه نفسك، وتبداي تقعدي كده وتكتبي في ورقه ايه العيوب او المشاكل اللي فيكي واللي انت حاسه ان انت محتاجه انك تحسنيها، وابداي امشي في خطوه تحسين. وخلينا متفقين انه هنفضل طول حياتنا عندنا مشاكل عايزين نحلها، عندنا ذنوب عايزين نتوب عنها، فدي رحلة عمر، مش حاجة غلط ولا عيب ان احنا يكون عندنا عيوب او مشاكل، ولكن لازم على قد ما نقدر نكون حريصين ان احنا نحل المشاكل دي ونبين ده لاولادنا، انه برغم القصور اللي فينا وبرغم ان احنا مش كاملين، ولكن احنا دايما هنفضل نحاول. فده هيربي في ابنك انه برضه هيفضل هو كمان يحاول دايما يحسن من نفسه. ومن العيوب اللي طبيعي جدا هيكون فيه عيوب، لان مفيش انسان ملاك في الدنيا دي. 10 نقطة بقى هي حسن اختيار شريك الحياة. وطبعا النقطة دي للناس اللي لسه ما اتجوزوش، فلو انت لسه في مرحلة الخطوبة او ما قبل الخطوبة حتى، حاولي ان انت تختاري انسان صح، انسان يقدر ان هو يكون اب لاولادك، وتقدروا مع بعض تخلقوا جو بيت هادي ومريح تربوا فيه اولادكم بشكل سليم، عشان طبعا البيئة بتفرق جدا في تربية الطفل وفي نفسيته، وهي السبب ومن العوامل الرئيسية اللي بتخلي الطفل ده سوي نفسيا او للاسف الشديد عنده اضطرابات في الشخصيه. النقطه ال11 وهي العنايه بالبيئه المحيطه بيكي. حاولي على قد ما تقدري انك تخلقي جو حواليكي يساعدك ان انت تحسني من نفسك، ويساعدك انك تربي ابنك. يعني ما تبقيش انت بتبني في ابنك قيم معينه ويجي الناس اللي حواليكي تهدم القيم دي، سواء بقى صحاب انت شايفاهم مش مناسبين، سواء مثلا ناس من الاهل انت شايفه ان هم بيزرعوا او عايزين يبوظوا الزرع اللي انت بتزرعيه في ابنك ده. فهتحاولي ان انت تتكلمي معاهم وتشوفي حلول، وباذن الله هنسرد يعني فيديو خاص بالبيئه المحيطه وازاي احنا نقدر نتعامل معاهم، تدخلات الاهل مثلا اللي انت شايفاها مش صحيحه او بتهدم قيم معينه انت بتحاولي تبنيها في ابنك، وازاي نتعامل مع المشاكل دي. النقطه ال12 والاخيره هو وضع جدول للطاعات. خلي دايما في حياتك كده في روتينك جدول للطاعات اللي انت حاسه انك عندك المقدره ان انت تعمليها في يومك وتلتزمي عليها. الطاعات والعباده وسعينا المستمر ان احنا نشحن طاقات ربنا سبحانه وتعالى، هي دي اهم سلاح ليكي في دورك كأم، لان الدور ده صعب ومليان تحديات واحنا في زمن صعب. فحاولي على قد ما تقدري تتمسكي بربنا سبحانه وتعالى
تعملي جدول للطاعات ليكي. كده نبقى خلصنا ال 12 خطوه. عايزاكي ترجعي للفيديو ده تاني تسمعي الخطوات دي من اول وجديد. هاتي ورقه وقلم، اكتبي الخطوات دي وابداي ان انت نفذيهم واحده واحده. الموضوع محتاج مجهود منك، ولكن استعيني بربنا سبحانه وتعالى، وخليكي دايما فاكره انك بتعملي اعظم واكبر دور ليكي في الدنيا، وانك بتساهمي في خلق الانسان. لو انت حسيتي ان الفيديو النهارده كان مفيد، اعملي شير مع كل الناس اللي حاسه ان هم هيستفيدوا من الفيديو ده، سواء امهات جديده او بنات لسه داخلين على الجواز. وبكده نبقى وصلنا لنهايه فيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، واستني دي فيديو